في ناس كتير بتستخدم المينوكسيديل عشان بيقوي الشعر والدقن وبيخليه يطلع تاني، وبما اني كنت بستخدمه زمان قبل عمليه الزراعه فهقول لكم تجربتي كانت عامله ازاي معاه وليه وقفته بعد فتره. الفكره الاساسيه في المينوكسيديل هي انه بينشط الدوره الدمويه في فروه الراس، وده اللي بيغذي البصيلات اكتر وبيخليها اقوى فبالتالي بتطول، وده اللي بيخليه فعلا حل من ضمن الحلول مشكله الصلع الوراثي وتساقط الشعر. ده غير طبعا انه له نتائج كويسه جدا على الدقن، سواء انه بيملى الفراغات او انه بيتقلها. إيه اللي خلاني اوقفه؟ اولا ان من ضمن اعراضه الجانبيه انه كان بيجيب لي هبوط، وده عشان انا ضغطي في الطبيعي واطي، وفي ناس بتقول ان هو في الاساس كان دواء للضغط. ده غير انه بيسبب الحساسيه في حالات كتير، بس بصراحه دي حاجه ما حصلتش معايا. في نفس الوقت بعد فتره من استخدامي له وابتدى يكون في نتائج مرضيه الى حد ما، قررت بعد كام شهر ان اوقفه طالما وصلت لنتائج مرضيه. ساعتها كان الشعر اللي طلع ابتدى يقع تاني، مش كده وبس، الشعر اللي حواليه كمان ابتدى يقع. وبعد كده عرفت ان ده منطقي لانه ما يعتبرش علاج على قد ما هو بيحارب تساقط الشعر. كان ساعتها الحل الوحيد ان الشعر ما يقعش تاني ان افضل استخدمه طول عمري، وطبعا دي بالنسبه لي مش الطف